عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن مشروع نيوم، كانت الفكرة تبدو وكأنها قفزها إلى نحو المستقبل. مدينة ذكية في قلب الصحراء تضم منتجعات شاملة، محطات تزلج، وأطول ناطحة سحاب في العالم تمتد لمسافة 1600 قدم وتعرف بذا لاين. لكن اليوم يبدو أن الحلم قد تحول إلى كابوس مالي، حيث تشير التقارير إلى أن التكلفة المتوقعة لتنفيذ المشروع بحلول عام 2080 قد قفزت إلى 8.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 25 ضعف الميزانية السنوية للمملكة، وهو رقم يعكس حجم الأزمة التي تواجهها السعودية لتحقيق هذه الرؤية. ووفقا لتقارير صادرة عن ويل ستريت جورنال، كشفت مراجعات مالية عن وجود محاولة تلاعب معتمد أو متعمد بالأرقام لإخفاء الزيادة الهائلة في التكاليف، حيث تبين أن بعض مسؤولي المشروع لجأوا إلى التلاعب المالي لطمس الحقائق وإظهار أن الأمور تسير على المسار الصحيح.